السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده. انت في الريمونتادا. خلينا بقى نتكلم لو كان برجك وزير يمسك انهي وزاره من الوزارات اللي عندنا في مصر. خلينا نبتدي مع برج الحمل. لو كان وزير يمسك وزاره القوه العامله. الحمل بركان نشاط يا جماعه. الناس اللي بتكره الحمل مش هتشوف ده وهتشوفه دايما وحش بسبب رد فعله اللي مش لطيف. رد فعله اللي مش لطيف بيوسخ او ما بيخلي صورته تكون جميلة عند الكل، ولكن بركان نشاط هيشغل الدنيا كلها وهيخلي الدولة زي الفل. تحياتي لكل مريض برج الحمل. دوس لايك لو لسه ما دوستش، اشترك في القناة وعرفني بنفسك، شير الفيديو لو حابب. اهم حاجة انك تعرفني انك موجود في الريمونتادا عشان بحب احفظ الريمونتادوية. التاني برج معانا وهو برج الثور. الثور اقتصادي، فهنخليه يمسك يعني وزارة الاقتصاد، او لو اي حاجة مرتبطة بالتوفير مرتبطة بالاقتصاد، يعني اي حاجة ليها تدابير بيعرف ياخد قرارات وكمان بيعرف يمشي ستيب باي ستيب. واي نعم اللي ما يعرفش الثور يقول عليه ايه ده مش متردد، ولكن متردد، ولكن قرارات مصيرية ابن الذين رغم تردده بيعرف يعمل ده. البرج اللي بعد كده وهو برج الجوزاء. برافو عليكم. الجوزاء انا كريمونتادي هسميه او هخليه يمسك يعني وزارة الاتصالات. اجتماعي قوي قوي قوي، وبيعرف كويس جدا يوصل للناس ببعض، وبيعرف كويس جدا يضحك اللي حواليه ويفرفش اللي حواليه. يعني بص، الوزارة دي لايقة عليه جدا. اما عن برج السرطان وهو برجي بسبب طيبته وحنيته، فمستحيل ابعد ولا اشيل من عنه وزارة الصحة. فعلا السرطان لازم يمسك حاجة فيها حنان، ولو مسك وزارة الصحة هتلاقيه في حتة تانية خالص. طول ما وزارة الصحة عندنا في مصر عامة فيها تقدم وفي انقلابات حلوة جدا في الوزارة، احنا كشعب حسنها، يبقى تفهم على طول ان برج السرطان هو اللي موجود، واكيد حد في الوزارة مسؤول من مواليد برج السرطان. نيجي بقى لبرج الاسد. برج الاسد لازم يمسك يعني الجيش عنده قوة وصرامة، ما بيسيبش حقه وبيعرف امتى، يعني عنده حكمة في ان هو يرد الفعل ويصبر. وساعات مش كتير، يعني ساعات ما بيكبرش للناس، وساعات بيكبر عادي. لازم نعرف ده عن برج الاسد. فانا هديله وزاره الحربيه، يمسك الجيش وكمان يطور الدنيا. نيجي بقى لمواليد برج العذراء على طول، وانا مغمض اهو. برج العذراء يمسك وزارة المالية، يعني مهتم بالفتفوتة اللي داخل واللي خارج واللي عامل واللي سوى والتطوير وازاي نكبر وازاي نستثمر وازاي نأمن واللي جاي. ده العذراء مش هنتكلم يعني فيه، يعني ما ينفعش نتكلم في حاجة تانية غير كده عن العذراء. الميزان يا ترى فكر معايا نمسكه ايه؟ الميزان انا بشوف ان هو يعني يتعمل له وزارة جديدة اسمها وزارة الترفيه. يعني ده شخص فرفوش، ده شخص بيحب الضحك، شخص بيحب المرح، فلازم تتعمل له الوزارة دي. ولو مش موجود يمسك حاجة فيها يعني ألعاب، فيها نشاط، فيها لازم ممكن وزارة الشباب والرياضة، لأن هو بطبعه برضو نشيط. وكمان حتة العدل عنده كويسة، ما يمسكش بقى وزارة العدل لأن في ناس برضو في العدل أقوى منه. نيجي بقى للي بعد الميزان وهو برج العقرب. العقرب ده مش سهل، لازم يمسك المخابرات العامة. في الريمونتادا مسميه برج المخابرات، اللي مش مفهوم، اللي بيكهرب. البرج ده مش سهل تضحك عليه. البرج ده بيقعد يراقب افعال اللي حواليه وعارف كويس جدا مين بيحبه ومين بيكرهه ومين كمان بيتكلم عليه ومين كمان بيقدم له الحاجة بحب. فمهم جدا يا عقرب انك تمسك الوزارة دي عشان تنجحها، ودي وزارة خطيرة جدا
جدا. نأتي إلى القوس. القوس أنا مش لاقي له وزارة معينة، ولكن نفسي أديله وزارة الطموح والتفاؤل. ممكن اللي هي وزارة التنمية والتعمير هينجح فيها جدا القوس. أي حاجة سريعة، أي حاجة جميلة ينجح فيها القوس. النقطة دي بالذات مهمة جدا عنده، وصدقوني ينجح فيها على طول. نأتي إلى الزعيم. وما هو الزعيم؟ برج الجدي. الجدي البرج القائد، مش محتاج وزارة. انا بشوف ان هو يعني ينجح جدا كرئيس وزراء، لان هو بطبعه قائد وعارف بيعمل ايه وعملي جدا، والشغل اهم حاجة، وده اللي مطلوب فيه رئيس الوزراء. دايما 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 رئيس الوزراء لازم يمتاز بالصفات ديت. مش هنتكلم عن الزعامة، هو يعني عارف نفسه، يعني جمال عبد الناصر، انور السادات، كلهم من مواليد برج الجدي. يأتي في المرتبة اللي قبل الأخيرة وهو برج الدلو. برافو عليك. برج الدلو، يعني برج الدلو ده لازم نديله يعني وزارة اسمها وزارة التصالح. بيعرف يصلح، يعني مصلح اجتماع، وبيعرف يسمع، وجدع جدا. ده حطه في أي وزارة. حطه في وزارة العدل، حطه في وزارة الخارجية، تلاقيه دايما يعني بيعرف يتأقلم. وكمان ينجح جدا الجدي طبعا في وزارة وزارة العدل. يأتي في المرتبة الأخيرة وهو برج الحوت. الحوت أنا وزارة يا باشا. الحوت يعني أنا وأنا مغمض، يعني مش هديله وزارة، ولكن هخليه يخترع وزارة الرومانسية والحب والدلع. يعني قول زي ما انت عايز تقول عن البرج ده، ما ينفعش يمسك، لان ده لو مسك هيفضل يعاند، صدقوني يا جماعه. فخلينا نديله وزاره العدل والرومانسيه. يعني انتوا ادوا في الكومنتات وقولوا لي ايه رايكم. اوعى تتردد في لحظه انك تكتب لي تحت في الكومنتات عن اي طلب انت عايزني انفذه لك. انا هنا عشان خاطر ايه؟ ساعد حضرتك واوصلك للي انت عايزه. لايكك الجميل بيفرق معانا جدا، واشتراكك عشان تعرفني نفسك. شير الفيديو علشان خاطر يوصل لغيرك. سلام عليكم، استنوني في حلقات جديدة.